السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هعمل لكم فيديو جديد. النهارده اول فيديو هكلمكم فيه عن قاعده للترم التاني، تمام؟ تانية ثانوي الترم التاني. فالنهارده هنتكلم عن ايه الفرق ما بين كلمه لون وكلمه لونلي. فتابعوا الفيديو للنهايه. كلمة لونلي تيجي بمعنيين، تمام؟ وكلمة alone برضو بتيجي بمعنيين. بس تعالوا نشوف الأول كلمة لونلي. تمام، كلمة لونلي دي بتيجي بمعنيين. المعنى الأول ليها ممكن تكون بمعنى شاعر بالوحدة، يعني هو مش وحيد بس هو بيشعر بالوحدة، تمام؟ بس هو في الحقيقة أو في الواقع لا، حواليه ناس، تمام؟ بس هو بيشعر مجرد شعور بس إن هو وحيد، تمام؟ والمعنى التاني ليها ممكن تيجي بمعنى بعيد او نائم، يعني حاجة بعيدة، يعني بتساوي كلمة ريموت او كلمة فار او كلمة دايزوليت. تاني لونلي ليها معنيين. المعنى الاول ليها شاعر بالعزلة او منطوي، تمام؟ اللي هو الشخص الانطوائي اللي هو بيبقى مع نفسه دايما ده، تمام؟ وفي الحالة دي لو هي كانت معناها شاعر بالعزلة او منطوي بتساوي كلمة لون صم، تمام؟ اللي هي لون جنبها صم، تمام؟ لون صم. طيب لو خدنا عليها مثال، لو انا قلت I feel sorry for that only old woman، يعني انا بقول ان انا بشعر بالاسف او يعني زعلان، يعني عن ان الست الكبيره الوحيده، تمام؟ اللي هي بتشعر بالوحده، اللي كان هي ممكن يكون حواليها ناس واهلها وتمام، بس هي مجرد انها بتشعر بالوحده، تمام؟ المعنى التاني بقى ليها اللي انا قلت لكم عليه من شويه، ان هي بتيجي بمعنى لونلي، بتيجي بمعنى بعيد او نائم، تمام؟ بتساوي كلمه فار او ريموت او دايزوليت، تمام؟ زي لو انا قلت مثلا this old man lives in a lonely فارم هاوس، يعني الراجل الكبير ده بيعيش في زراعة بعيدة، تمام؟ بس دي كده كانت لونلي اللي هي الكلمة الأولى، تمام؟ الكلمة التانية بقى اللي هي لون، تمام؟ خلينا واخدين بالنا يعني اللون بيجي معاها حرف جر مش حرف الجر بيجي معاها قصدي، تمام؟ لون، تمام؟ دي بقى ليها برضو معنيين. المعنى الأول ليها معنى وحيد، بس الوحيد اللي عادي، يعني أنا يعني ممكن يكون مثلا وحيد في موقف أو في حاجة معينة، يعني كان في موقف او في حاجه معينه، كان يعني كان لوحده، كان لوحده في الحاجه دي، مفيش شخص تاني معاه. زي مثلا لو انا مثلا عايزه اقول انا كنت في الشقه لوحدي الاسبوع اللي فات، I was alone in the apartment for the last week، تمام؟ يعني انا كنت كنت لوحدي في الشقه الاسبوع اللي فات، تمام؟ كلمه apartment دي معناها شقه، بتساوي كلمه فلات، تمام؟ وكمان عايزه اقول حاجه، ان كلمه was ما بتنطقش was، لا بنقولها was، تمام؟ يعني بنفتح الايه، تمام؟ ده نطقها الصح. يعني مثال زي ده، انا كنت لوحدي، فاللي هو عادي، يعني انا كنت في الشقه لوحدي الاسبوع اللي فات، فده مش شعور، مش حاجه حزينه، تمام؟ ده طبيعي جدا، يعني عادي، تمام؟ شعور عادي. يعني قلت كمان after their son had got married lived alone، يعني بعد ما ابنهم اتجوز هم قاعدين لوحدهم، تمام؟ فده برضو موقف عادي ان هم قاعدين لوحدهم، تمام؟ فحاجه عاديه. الون انا قلت لكم انها ليها معنيين. المعنى الاول ليها لو كانت جايه بمعنى وحيد تبقى دي كده adjective، تبقى صفه. لكن لو كانت جايه بمعنى بمفرده يبقى دي كده حال. الون ليها معنيين، لكن لو كانت جايه بمعنى وحيد تبقى دي كده صفه، والصفه دي مش هتسبق باسم، يعني مش هيجي بعدها اسم. لكن لو كانت جايه بمعنى بمفرده، عمل حاجه لوحده بنفسه، دي كده حال، مش بيجي بعدها اسم، على عكس كلمه لونلي. لونلي بتيجي في نص الكلام وبيجي بعدها اسم. طب اخر حاجه عايزه اقولها ان كلمه الون ليها برضو معاني تانية بتساويها. ممكن اقول بيساوي كلمه باي ماي سيلف او يور سيلف او هيم سيلف او هير سيلف، اي ضمائر منعكسه، تمام؟ فما هي alone معناها بمفرده، by myself يعني بمفردي برضو، تمام؟ فهي نفس المعنى. او بتساوي كلمة on my او your، اي صفة ملكية own، تمام؟ يعني on my own، on your own برضو معناها بمفرده، تمام؟ تاني يعني كلمة alone بيساوي كلمة by himself او herself اي ضمير منعكس. كمان بيساوي كلمة on زائد my او your اي صفة ملكية بجانبها اون، بعدها اون، يعني كل ده جاي بمعنى بمفرده. لو طبقنا الكلمات دي على المثال اللي فات اللي انا قلته اخر مره، هنقول after their son God had married they left themselves، يعني بعد ما ابنهم اتجوز هم بقوا قاعدين لوحدهم بمفردهم، تمام؟ فهي برضو بتساوي كلمه alone اللي انا قلناها في المثال اللي فات. الكلمة الثالثة هنحطها برضو في مثال، لو انا قلت after their son had got married they lived on their own، فهي هنا الكلمة دي جاية بمعنى مفرده، تمام؟ عملها لوحده بمفرده، فهي هنا جاية حال او ظرف، تمام؟ عمل حاجة لوحده. احنا قايلين ان alone بيساوي كلمة وحيد، معناها قصدي معناها كلمة معناها وحيد، تمام؟ ده شعور، يعني مش شعور، هو ده حاجة، هو وحيد فعلا، يعني هو وحيد في موقف او في حاجة معينة،
تمام، اللي قلناه من شويه، والمعنى التاني ليها بمفرده. تمام، وفي كلتا الحالتين ده مش شعور داخلي زي كلمه لونلي، لا لونلي ده شعور داخلي. تمام، يعني مش حقيقي. تمام، انا حاسه لونلي، انا حاسه ان انا وحيده، بس ممكن اكون جنبي ناس كتير. تمام، اما كلمه الون لا، ده هو في الواقع اصلا، هو في الواقع عملها لوحده، او هو في الواقع كان وحيد فعلا في الشقه، هو لوحده شخص واحد. تمام، بس كده يا رب تكونوا عرفتوا الفرق ما بين كلمه لونلي وكلمه الون. تمام، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار. واكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو جاي يكون عن ايه. تمام، وكده سلام.